بيقولك ايه بقى؟ ده اللي احنا اصلا اخدناه في جلسات العلاج النفسي ومشينا بيه فترات طويلة. بيقولك الاساس في ايه؟ هنتكلم على ايه اصلا دلوقتي؟ بيتكلم على اضطراب الشخصية الحدية، اللي هو الاضطراب اصلا اللي هو عندك، اللي هو اصلا انت بتشتكي منه بقالك سنين وبتاخدي منه دواء، بتاخدي فيه دواء وبتاخدي جلسات نفسي وبتاخدي كل حاجة. بيقولك ايه بقى؟ بيقولك دواء عشان يتعالج لازم نستخدم فيه او نستخدم معاه العلاج المعرفي السلوكي العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجدلي. وكده كده احنا بنشتغل على العلاجين دول كفنيات اساسيه في العلاج بتاعي، تمام؟ فليه بنستخدم العلاجين دول؟ وممكن ندمج العلاجين دول مع بعض عشان احنا بنعمل حاجه اسمها تفريغ للمشاعر. يعني ايه تفريغ للمشاعر؟ يعني انا عندي كل حاجه بحس بيها بتكون بدل ما هي صغيره قد كده بتبقى قد كده، بدل ما هي بتبقى قد كده بتبقى قد كده. بيبقى فيه مبالغه في المشاعر. يعني ايه سبب المبالغه دي او ايه اللي بيوصلنا للمنطقه دي؟ في حاجه في مخنا اسمها اللوزه العصبيه. دي قطعه كده صغيره موجوده في المخ. اللوزه العصبيه دي مسؤوله عن المشاعر. بتزيد قوي حساسيتها للمشاعر بسبب الاضطراب. يعني من اعراض الاضطراب الشخصيه الحديه، الاضطراب ده اعراضه ان يعني مثلا لو كنت بتحسي بالعصبيه قد كده هتلاقي بتحسي بيها قد كده. المشاعر الحب لو كانت قد كده هتلاقي بتحسي بيها قد كده. لو كانت مثلا مشاعر الغضب او الانفعال او ايا كان نوع المشاعر، وفي الاغلب بتكون مشاعر سلبيه مش مشاعر ايجابيه، بتحسي بيها بشكل مبالغ فيه كبير جدا لدرجه ان انت نفسك، هو مش حاجه بتستغربي نفسك، اللي حواليكي بيستغربوا كميه المشاعر اللي عندك. يعني ممكن يكون موقف ما يستاهلش، فانت احنا بنقولها في العلاج المعرفي السلوكي اسمها ايه؟ اسمها اخطاء التفكير، التهويل. انت بتهولي المشاعر اللي عندك كمشاعر، تمام؟ فبالتالي بتكون صعبه جدا ومش عارفه تعملي عليها كنترول، تمام؟ كل ده احنا اتكلمنا فيه. ايه سببها بقى الاساسي بقى هنا؟ السبب بتاعها الاساسي ايه؟ ان احنا بيكون عندنا صدمات ومشاكل وصعوبات من الطفولة، من وانتي صغيرة، فبتأثر عليكي وانتي كبيرة، او هي اللي خلت صورة اللي خلت الاضطراب بتاعك اصلا يظهر بشكل بدري. يعني بدري هنقول مش متأخر قوي، بس بدري، اللي هو في سن مثلا 15 14 16 سنة في العمر ده، تمام؟ فايه سبب بقى؟ عندنا اهمال. يعني ان مثلا باباكي مامتك اهملوكي من وانت صغيره، اهملوا مشاعرك ويهمشوها، يعني يعتبروها ملهاش لازمه، وتعرضتي لاذى نفسي وجسدي. هو الاضطراب ده اساسا ظهوره بيظهر، معظمه يكاد يكون بنسبه كبيره جدا 80 90% بيظهر للبنات والستات، ما بيظهرش للرجاله. يعني من اعراضه انه بيظهر للستات كتير او البنات كتير. فتعرضت للاذى نفسي واذى جسدي واهمال في المشاعر وتهميش للمشاعر، كل حاجه دي خلى الاضطراب يظهر بصوره كبيره، تمام؟ اللوزه الدماغيه او اللوزه العصبيه او اللي هو اللوزه بمعنى اصح، دي اساسا دي اللي مسؤوله عن الخوف والقلق والعصبيه. المشاعر بتاعتها خوف وقلق وعصبيه. عشان كده انا مرتبطه بحد انا هسيبه قبل ما يسيبني. دي صاحبتي وحبيبتي وروحي وكل حاجه وبتاع، لا انا هسيبها لان هي هتسيبني، انا مش هتكمل معايا. وكل ده بيعمل بقى ايه؟ بيعمل خوف وقلق وتوتر وعصبيه وانفعالات وفي غضب وفي اذى جسدي. انت نفسك بتاذي جسمك، بتاذي نفسك بقى، سواء بقى بتعوري نفسك، سواء بتاذي نفسك جسديا. يعني اوقات المشاعر المتلخبطه دي كلها من كتر لخبطتها بتعمل امراض نفس جسميه. يعني لو حاجات ملهاش، ما انت مش فاهماها مثلا لسه، فبتظهر لك في شكل مرض جسمي بقى، زي بطش او علامات حمراء او زرقاء في جسمنا،
مثلا وجع في العظم، وجع في الاعصاب، صداع بشكل مستمر، دوخه، وجع في القولون، وجع في الظهر. كل ده دي اسمها امراض نفس الجسم. ممكن ضغط، ممكن سكر، ممكن قلب، على حسب شده الاعراض او شده المشاعر اللي انت بتتعرضي ليها. تمام. ف... فانا خايفه ان هي تهجرني، او انا خايفه ان هي مثلا خايفه ان هو يسيبني، خايفه ان هو يروح يتعرف على حد احسن مني، خايفه انه مش، فانا اسيب. فانا اتعرف واسيب، اتعرف واسيب، اتعرف واسيب، خوف من الهجر، ان هو اتهجر، ان هو يهجرني او تهجرني ايا كان. تمام. والمنطقه دي بيكون نشاطها عالي جدا، عشان كده بيكون في فرط في التفكير، بتكون في افكار كتيره جدا 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 مش عارفه تسيطري عليها. وده اللي انا كنت بتكلم عليه في الاول خالص معاكي، اللي هو ايه بقى الاساس هنا، ان احنا نعمل عكس اللي بتقوله لنا دماغنا. يعني ايه؟ من اصعب انواع العلاج النفسي، وده اللي انا شفته وانا بتعامل مع المدمنين في المصحات، بتعامل بشكل المشرفين اللي هناك اللي هم المدمنين المتعافين هناك بيشتغلوا بالطريقه دي. الطريقه دي بتجيب نتيجه انا ما كنتش عارفاها في الاول، يعني ما كنتش عارفاها مثلا من 5 سنين فاتوا، لكن لما فهمت معنى الكلمه انا بقيت اطبقها بشكل دايركت في الجلسه. اي جلسه نفسي معايا بعملها مع مين؟ مع المراهقين فيما فوق بقى، يعني السن المراهقه اللي هو 13 14 سنه لغايه بقى الى ما شاء الله وقت لما يجي ايا كان العمر قد ايه. ليه؟ اني انا مش عايزه الفكره هي اللي تسيطر على الشخص فتمشيه وراه، لا انا عايزه العكس، انا عايزه الدماغ نفسها هي اللي تسيطر على الفكره فتعمل عليها كنترول. زي ما كنت بقول لك المثلث اللي هو مثلث المشاعر، يعني المثلث الخاص بالافكار والسلوك والمشاعر. احنا عندنا فوق سلوك، سوري، عندنا فوق افكار، وبعد كده مشاعر، وبعد كده سلوك. فالفكره اللي فوق الاساسيه دي، او الافكار او الفكره، خلينا نعتبر ان هي فكره. الفكره الاساسيه دي بتظهر ليه؟ هي ما بتظهرش من فراغ، هي بتظهر نتيجه ان في سبب اساسي وراها. فلو السبب الاساسي ده وراها سلبي فهتظهر فكره سلبيه، فهتظهر مشاعر سلبيه، فهتعمل سلوك سلبي. لو السبب ده ايجابي فهتظهر فكره ايجابيه، فهتظهر مشاعر ايجابيه، فهتظهر سلوك ايجابي. طب انا ظهرت عندي سبب سلبي فعملت فكره سلبيه، فنزلت لغايه المشاعر السلبيه واتعمل عليها كنترول. انا ما قمتش نفذت الفكره دي، ما قمتش نفذت لا المشاعر ولا انسقت ومشيت ورا المشاعر دي، فانا وقفت عملت كنترول، ما عملتش السلوك. فده في حد ذاته اصلا انا قدرت اتحكم، فهنا انا اللي قدرت اتحكم في السلوك او اتحكم في الفكره. يعني مثلا انا عماله اقلب على التليفون، عماله اقلب لقيت مثلا مشهد، مثلا لقيت مثلا فيديو عن الاكل، فده سبب. فلقيت عندي فكره ايه؟ انا عايز اكل، ادي الفكره، اتولدت فكره. فاتولدت عندي مشاعر ايه؟ مشاعر الجوع، انا عايزه اكل بقى، وبعدين بدات تشتغل ومش عارفه ايه وكده، بس انا مش قادره اقوم، مش قادره اعمل اكل ولا قادره اطلب اكل، فخلاص انا قعدت. فكده انا عملت كنترول لمشاعر الجوع، فخلاص عادي عماله سكرول كتير 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 وعادي خلاص مش مشكله، بسيطه الموضوع خلاص. فانا عملت انا كنترول على الفكره. لا انسقت ولا مشاعري ولا انسقت ولا الفكره اللي اصلا بتجيلي. طب دي ايجابيه عادي، الجوع والعطش ايجابي. طب لو سلبي، ما نفس الكلام. لو انا قدرت اعمل كنترول عليها، وبالذات لو سلبيه، وهي من اصعب انواع الكنترول اللي ممكن اي حد يقدر يشتغل بيها على نفسه. لو انا عملت كنترول على مشاعري في اللحظه دي او في النقطه دي، انا هعمل كنترول على باقي الحاجات التانية. هي الفكره كلها انا محتاجه اتدرب عليها. يعني ايه اتدرب عليها؟ يعني اشوف ان انا اصلا، يعني مره ظبطت معايا، مره لا، مرتين 3 4 3 4 10 لا. مش هندوس على الزرار كل حاجه هتتظبط، محتاجين نهندلها. فهي بتتهندل، هي محتاجه ان هي تتهندل بس مش اكتر. هنحاول وبنحاول وهنفضل طول عمرنا بنحاول، طالما احنا عايزين نخلي نفسنا كويسة، ونحاول نقلل من شدة الأعراض اللي عندنا. الاضطراب نفسه مش سهل. الأعراض ممكن نخففها، ممكن نقدر كمان نتعامل ونتكيف بيها،
نتكيف على الاضطراب. انا ابقى عارفه امتى انا هوصل للمرحله دي وامتى هوصل للمرحله دي، فانا مش عايزه اوصل للمشاعر الاوفر بالشكل ده، ولا عايزه اوصل للافكار بالشكل ده. وعشان كده لما اما اجي اطلب منك او من اي حاله بتجيلي ان روحي عند دكتور طب نفسي علشان يكتب لك دواء تهدي من الافكار، انا عايزه الافكار تهدى. الافكار هديت شويه مع الجلسات الوضع بيتحسن كتير جدا. لكن انا هعتمد على الدواء بس مش هيجيب نتيجه، هعتمد على جلسات العلاج النفسي بس مش هيجيب نتيجه، لان دي من الاضطرابات اللي لازم الاتنين مع بعض، الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه. العلاج الدوائي مع العلاج النفسي، لا واحد سابق واحد ولا كل واحد لوحده، الاتنين ماشيين سوا في نفس الطريق بالتوازي مع بعض. بيجيب نتيجة، بس أهم حاجة محتاجين شوية تركيز، شوية إرادة، شوية تحمل مسؤولية، نقلل شوية كسل، نشتغل على نفسنا بشكل أفضل. أنا مش عايزة لا أكتر ولا أقل، ده بالتدريج زي ما قلت، مش هندوس على الزرار كل حاجة هتتغير أو كل حاجة هتتعمل فجأة. لو ده حصل ده هيبقى غلط، لأن بعدها هتحصل زي انتكاسة كبيرة قوي احنا في غنى عنها. فاحنا طالعين نازلين طالعين نازلين طالعين نازلين، عمالين نعدل في السلوك والافكار، طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله، لغايه لما الوضع يبقى ستيبل هادي بقدر الامكان. واذا حتى هكبتنا افكار كبيره كافكار كتيره وعملنا لنا مشاكل وعملنا لنا حوارات كتير كتير كتير، هنعرف ازاي هيكون عندنا الوعي والادراك الكافي نعرف ازاي نتعامل مع المشكله دي والفكره دي والطريقه دي والاسلوب ده. فمش هبقى بنفس الوضع زي ما كنت في الاول خالص. هي دي بقى الفكره وده الاساس. بس انا مش طالبه منك اكتر من كده، فحاولي قدر الامكان هنمشي فيها واحده واحده، وان شاء الله الوضع يتحسن احسن ان شاء الله باذن الله.